الانديه المنافسه تبقى زعلانه او قلقانه عادي. انما اللي مش طبيعي ان ناس من جوه نادي الزمالك ومن يدعوا انهم ينتموا لنادي الزمالك او للاسف هم بينتموا لنادي الزمالك ان هم يبقوا زعلانين ان يبقى في نظام. مش طبيعي ان في وجود رجل كضيف في احدى البرامج ان هم يختلقوا قصه ان في مشاكل ما بين ميدو وعبد الواحد السيد، ويجي الراجل الضيف اللي هو بينتمي لنادي الزمالك يقول لك والله احنا مش عارفين مين بيعمل ايه وبتاع، بدل ما يدافع وبدل ما يقول مين اللي قال الكلام ده. عبد الواحد ليه شغله وكابتن ميدو ليه شغله وكابتن عبد الواحد ليه شغله والناس كلها بتساعد بعض وكلنا لازم نقف جنب النادي. لا، لكن الاجنده بتاعته بتقول ان هو لازم يكبر المشكله. للاسف وبقول لكم للاسف الكلام ده. لكن ما استغربتش لما عرفت في قعده مع سيف فاروق جعفر ان هذا الشخص الحاقد والكاره لنادي الزمالك الغلاوي عنده غل ضد نادي الزمالك رغم ان هو من ابنائه، انه كلم سيف فاروق جعفر اكتر من مره لاقناعه بالرحيل عن النادي والتوقيع لبيراميدز، والكلام على عهده ولسان سيف فاروق جعفر. بل ان زوجة هذا الرجل كلمت والدة سيف فاروق جعفر وحاولت تقنعها في اكتر من مكالمه تليفونيه ان سيف لازم يمشي من النادي. لما سمعت الكلام ده وشفت هذا الرجل مره بيؤكد على وجود خلافات ما بيني وما بين عبد الواحد السيد، ثم اول امبارح بيؤكد ان هو عنده اخبار ان زيزو وفتوح عايزين يمشوا من النادي، بقول له رساله: انت اتفضحت قدام الجمهور، انت اللي فضحت نفسك قدام الجمهور، واحنا عملنا كل اللي نقدر عليه عشان نحافظ عليك، ولكن الجمهور مش غبي. الجمهور مش غبي. ممكن احد البرامج بيسمحوا لك ان انت تطلع تقول اللي انت عايزه، ولكن هي دي سياستهم، والناس برضو فضحتهم. الناس فضحتهم. طبعا انتوا كلكم عارفين انا بتكلم على مين. هذا الرجل تسبب في مشكله كبيره جدا لكارتيرون وجهازه، وقال وهدد بالرحيل وسخن الجهاز الفني انه يطلب الرحيل في حاله عدم حصولهم على مكافاه الدوري اسوه بالمساعدين الاجانب، وقال الكلام ده على الملأ. نمره 2، سبب مشاكل كبيره جدا لفريرا وجهازه، وكان السبب الرئيسي في البدايه السيئه لنادي الزمالك هذا الموسم. ثم بعد كده مسك مدير فني، ولما مسك مدير فني خاف، لقى البدله واسعه عليه، فقال لهم والنبي رجعوا لي فريرا. انا مش قادر، ما كنتش اتمنى ان انا اطلع اقول الكلام ده، لان دايما هدفنا الرئيسي ان احنا نحافظ على اولاد النادي. لكن لو لقينا، وانا هنا مش بتكلم باسم حد، انا بتكلم بصفه شخصيه بقى، لو لقينا لا ان حد بيخرب في النادي وبيتعمد ان هو يكون اسمه محطوط في الصوره سواء على لسانه او سواء في وجوده بان بيتم او في محاوله لتصدير مشاكل لنادي الزمالك، واللي هو اللي بيتبنى الحمله دي، لا مش هنسكت، هنقف وهنفضحك وهنقول ايه اللي كان بيحصل. انا كل الكلام ده اللي قلته ده دي تفاصيل، شويه تفاصيل صغيره كده، لكن عندي تفاصيل كتيره جدا في اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت. فارجوكم يا جماعه نظفوا قلبكم واعرفوا ان الزمالك ليه خير كبير جدا عليكم وعلى كل ولاده وعليا وعلى كل الناس. وتاني، الرجال افعال مش بالكلام. المواقف هي اللي بتبين الناس، والمواقف هي اللي بتفضح الناس، وانتوا خلاص اتفضحتوا. اما الحديث برضو، يعني هذا الشخص بيقول ان جاي له اخبار ان زيزو وفتوح عايزين يمشوا. زيزو راجل موجود جوه نادي الزمالك وسعيد جوه نادي الزمالك، وبنبني فرقه الزمالك حواليه هو وثلاثه اربعه لعيبه للسنه اللي جايه. وفتوح اول لما نخلص من الملفات بتاعت اللعيبه الجداد وان احنا نشكل الفرقه، اول حاجه على ترابيزه
اللجنه الفنيه هو التجديد لصبحي وفتوح من الاخر. دول 2 لعيبه بالنسبه للزمالك الحفاظ عليهم حياه او موت. لكن برضو بالشروط بتاعت نادي الزمالك اللي احنا دايما هنكون شايفينها ان هي شروط عادله للعيبه، عادله للنادي وعادله للعيبه. فطبعا ده اللي بيحصل في ملف نادي الزمالك، وانا كان مهم جدا ان انا اكون صريح جدا مع حضراتكم، لان بصراحه زهقت. في ناس يعني مش عاجبها العجب، وفي ناس لما بتصدق ان يبقى في كذبه هو عارف انها كذبه بس هو عايز يكبرها. وتاني الكلام ده لما يحصل من انديه منافسه ماشي طبيعي بيحصل، انما لما يحصل من اهلك ومن اهل بيتك فحاجه تحزن. عيب عليكم.